بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات قناة الخير. وإن شاء الله الحلقة النهاردة بعنوان إن إزاي إن أنا أحصل على أعلى ربح من تربية الفراخ البيضة داخل البطاريات. طيب يا أحباب، كده بسم الله نبدأ كده إن شاء الله رب العالمين. أول عامل من العوامل اللي بتنجح الدورة في سبيل إنك توصل لأعلى معدل أوزان، فبالتالي معدل أعلى ربح إن شاء الله رب العالمين. فأول حاجة يا أحباب إنك أنت بتجيب كتكوت كويس من شركة كويسة أنت تكون بتثق فيها، وبكده انت بتبدأ بكده بنسبة 60-70% من نجاح الدورة. اذا اختيار نوع الكتكوت ده اول هام. تاني هام يا احباب العلف اللي انت بتجيبه، لازم تجيب علف كويس جدا، علف انت بتثق فيه، شركة محترمة، علف كويس نسبة السموم فيه تكاد تكون معدومة. يعني جيب علف يعني ما تأثرش، علف غالي، علف كويس انك انت توصل بيه لمعدل تحويل كويس. تالت حاجة يا احباب انك انت عامل النظافة. شوفوا بقى يا احباب، عامل النظافة عليه نسبة يكاد يكون نسبة 100% في نجاح الدورة. عامل النظافة انك انت دايما على طول تنظف اول باول المكان وتحافظ على نظافة المكان. اذا في معانا 3 عوامل، الا هو اختيار نوع الكتكوت والمصدر الكويس بتاعه. تاني عامل انك انت بتجيب علف كويس من شركة محترمة انت بتثق فيها. تالت حاجة عامل النظافة. العامل الرابع العامل الرابع ان شاء الله رب العالمين، الا وهو التهوية الجيدة في المكان. انك انت ازاي بتحافظ على درجات الحرارة اللي انت ماشي بيها بالدورة من اول عمر يوم لنهاية الدورة، زائد ان العامل الاساسي اللي هو التهوية. انت بتحافظ على درجات الحرارة وفي نفس الوقت بتهوي المكان، يعني تبقى درجة حرارتك ثابتة في المكان زائد عامل التهوية. لانك انت لو ما حافظتش على دي انت دمرت الدنيا، انت جبت لنفسك بصراحة الامراض اللي مش مظبوطة، جبت تنفسي وجبت معوي وجبت كل حاجة. وخد بالك دايما على طول من الفرخ، يشوف حالته الصحية شكلها ايه، بياكل كويس ما بياكلش كويس. دي عوامل هتنجح الدورة معاك. خد بالك من الموضوع ده كويس جدا، يعني عوامل بسيطة هتأدي في الآخر لتحول محترم في الأوزان. واخدين بال حضراتكم يا أحباب؟ يعني أنا من عمر مثلا حوالي يجي 10-12 يوم زي ما انتوا عارفين، أنا ببدأ إن شاء الله رب العالمين أجوع. والتجويع ده بيكشف لي حاجات كتيرة ويكشف لي مشاكل كتيرة. التجويع لما بوصل لمعدل 2 ساعة، طبعا زي ما سبق وقلت كده في حلقات سابقة اتفرجوا عليها ازاي بقى اجوع. لما بوصل لمدة 2 ساعة انا بلاقي الفراخ بتخش على الاكل بنهم وشغف، جعانة عاوزة تاكل. فانت في الوقت ده بتشوف الفرخ اللي هو مش داخل على الاكل، انت بتمسكه وتشوف ايه السبب اللي وصله ان هو ما ياكلش. ممكن يا حباب درجات الحرارة الجو مش مظبطة عندك، تلاقيه الفرخ نفسه مصدودة وبياكلش كويس. ده عامل. العامل التاني الزحمة اللي في المكان عندك عامل مهم. خد بالك من الزحمة كويس جدا، لان الزحمة تعمل لك تنفسي وتعمل لك مشاكل في الاكل وتعمل لك مشاكل كتير. لان الزحمة بتخلي الفرخ مش عارف ياخد راحته في المكان، متضايق ما بياكلش كويس. انما في وسعة هتلاقي في اقبال على الاكل كويس جدا جدا جدا. فخدوا بالكم من الحاجات البسيطة ديت، هتعمل معاك معدلات تحول جامد جدا جدا في اللحم وفي الاوزان، فبالتالي انت هتكسب كويس. فخدوا بالكم يا احباب من الحاجات البسيطة ديت. زائد نرجع ونقول عامل النظافة. اول ما تقوم الصبح اطلع على طول فوق على الفراخ بتاعك، شوف
نظف الاول، شيل الادراج، شيل السبلة كويس، حط جير كويس. الجير مهم جدا يا احباب، قاتل للفيروسات. انا بحب انظف. زائد عامل التهوية، انت مشغل شفاط كويس، الشفاط عندك شغال مظبطه على ظبط درجات الحرارة عندك، في خلايا تبريد اشتغل، ربنا يعينك، ظبط المكان كويس. بتنظف الادراج وفي نفس الوقت منظف الارضية وكنسها كويس ورشش جير. يعني دي معدلات يا جماعة هتخلي والله عندك الدورة ما شاء الله تبارك الله هتنجح. انت كده هتنجح، لانك انت بتراعي ربنا سبحانه وتعالى في الطائر اللي انت مربيه. الدنيا هتظبط معاك، الوضع هيختلف خالص. واخدين بال حضراتكم يا احباب؟ فشوية نظافة وشوية اهتمام بالجو اللي الطيور متربية فيه. زائد خد بالك برضك انك انت المكان اللي انت مربي فيه خد بالك كويس. المكان ده يعني مثلا انت لو مربي مثلا في مكان 4 متر في 4 متر، الأوضة ديت لو انت بتربي أرضي تاخد لها 50 فرخ. طب انت لو بتربي أفقي بقى في بطاريات، وده أهم وده مهم جدا جدا جدا، انت هتلاقي الأوضة دي ممكن تاخد لها من 250 ل 300 طائر. بس نظم بطارياتك، يعني مثلا هتحط مثلا فيها حوالي 4 بطاريات. البطارية 3 دور من البطاريات اللي انا بربي فيها 60 سنتي في 2 متر، ده تاخد لك 300 فرخ مرتاح بفضل الله، مع عامل التهوية، مع عامل الحفاظ على درجات الحرارة، مع الحفاظ على انك انت بعامل سيستم معين في تربيتك. بمعنى يعني اول ما تخش الصبح كده دايما تغير المية دي مهمة جدا. لو سبت المية في قلب المواسير لفترة طويلة جدا، المية بتتحول لبكتيريا ضارة تبهدل لك الفراخ، تعمل لك مشاكل معوية، هتدمر لك الدنيا. فخد بالك من الحاجات ديت، هتلاقي الدنيا ماشية معاك كويس. يعني اول ما تطلع المية دايما على طول تغيرها الصبح واخر النهار، الصبح واخر النهار. زائد انت كل 10 ايام بتحط في المية 1 سنتي خل تفاح، 1 سنتي خل تفاح 12 ساعة. وال 12 ساعة التانيين انت بتحط فيها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد غسيل كلوي. الغسيل الكلوي ده يا احباب انا بحط فيه اللي هو البقدونس. بجيب مغلي البقدونس يا احباب، وبغلي حزمة بقدونس، وبناء على كده ان شاء الله رب العالمين حزمة البقدونس دي بحطها في حوالي 2 لتر مية او 3 لتر مية واغليهم كويس. وبعد ما اغليهم كويس بحط كوباية من مغلي البقدونس على 2 لتر مية، كوباية بقدونس على 2 لتر مية. ده 12 ساعة وده 12 ساعة. 12 ساعة مضاد السموم اللي هي 1 سنتي، مضاد السموم اللي هو خل التفاح ده ممتاز 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 ممتاز. خدوا بالكم من الحاجات ديت، خل تفاح وبقدونس اللي هو مغلي البقدونس لمدة 3 أيام. زائد الأعشاب الجميلة اللي أنا دايما على طول بستعملها في الدورة على طول، ممتازة ممتازة جدا، اللي هي حبة البركة. حبة البركة فوائدها عظيمة، رافع مناعة وما شاء الله ما شاء الله منشط عام للأجهزة بتاعة جسم الإنسان وللطائر ما شاء الله. زائد بتحط الثوم البودرة والبصل البودرة والكركم ده فاتح شهية ممتاز. خدوا بالكم من الحاجات دي يا جماعة، حاجات بسيطة وهتأدي معاك بارتفاع معدل النمو، فبالتالي انت هتكسب كويس. خدوا بالكم من الحاجات البسيطة ديت. طبعا اتمنى لكم التوفيق، واتمنى الحلقة تكون وافية ان شاء الله رب العالمين. يعني يعني ربنا يوفق الجميع يا رب. واتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. كنت سعيد بالوقت اللي قضيته معاكم، وبأتمنى لكم التوفيق ان شاء الله رب العالمين، وربنا يرزقكم يا رب الوسعة والخير. متمني لكم كل السعادة والتوفيق يا رب، اللهم امين. كنت سعيد بالوقت اللي قضيته معاكم. كان معاكم من قناة الخير ابو عبد الهادي، وتحياتي والتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإلى حلقة قادمة بإذن الله، في حفظ الله ورعايته، في حفظ الله.